السلام عليكم، شلونكم خواتي؟ الله يحفظكم. اليوم جيلي الطيبين يطبخون الباكة أو العظام أو أي شي، لحم القاسي يعني يسوونه بالتشولة. شايفين هالتشولة؟ ماكو واحد ما يعرفها. فطبخت اليوم مرة والجو كله مطر، وهذا يفيد المفاصل، يفيد الأمراض. سبحان الله، أنا نباتية والله، بس مضطرة لو السوق مالته على مود شوي بيه فايدة. وأعلمكم طبخة ويجوز كلكم تعرفون يعني تطبخونه. شوفوا أول مرة سلقته، طلعت الزرخة مالته، تعرفون خواتي. شوفوا بس ما يبين عندكم البخار على النقال. شوفوا، شوف خواتي، هاي العظام أو الباكة ما تحتاج بهارات، ما يصير يتخلالها بهارات، تعرفون بعد. زين، اكو ناس تخليها بهارات حسب الذوق مالتها، هي يتخلالها بس الفلفل الأسود، فلفل أسود، الكركم شوية حتى ما تكثرين. زين، وتخلي لها، أنا أضيف لها الكمون على مود الحمص. هذا شوفوا شوية كمون هسه أضيفه. وأهم نقطة بيها إنه البصرة والثوم والبصل. خليت البصل الأخضر العوادين مالته روعة خواتي، روعة روعة، يسوي نكهة بالتشريبة كلش طيبة. شوفوا خواتي، جاي أصور بيد وأحكي وياكم وأخلي المواد. زين، شوفوا، وعندي حمص نقعدته كان بالفريز. شوف خواتي، هذا جيل الطيبين كانوا يطبخون على تشولة، حتى يذوب العظم يعني اللحم والعظم اللي بداخل العظم. خواتي شوف النكهة، خاصة البصل الأخضر يسوي نكهة طيبة، خاصة هسه الشتاء، هاي يفيد المفاصل والجو مطر هسه. الله يا ربي غيث نافعا، آمين يا ربي، صبا نافعا يا الله. شوفوا خواتي، والملح هسه ما أخليه، بعد خليه يستوي أكثر. يلا أخلي الملح وأشوفكم النتيجة. شوف خواتي ما شاء الله بدأ يغلي هسه، 10 دقايق أضيف له الملح يعني. شوف خواتي بسم الله عليكم، فلا أوزع أنا واحكي معلق واحكي مشخط على قولتهم خربط. الله يحفظكم ما شاء الله. تشولة أيام قبل يتهدر اللحم أو العظام أو الباكة. طبعا أولادي قالوا لي طبخي لنا الباكة، هم ما ياكلوها ولا أنا، بس راح أجرب طبخها. هسه جاي هسه موديل طبعا، هاي العظام تنشوي شوي بالفرن، فحبيت أجربها. قالوا لا الجهال يعني أريد تشريب يعني، على الأقل بسبب هاي الإنفلونزا أو الفيروس حيل زينة. وأنصحكم يا خواتي، الفيروس هذا ما حد يكتله إلا البصل الأخضر، دائما بالغداء أكلوه. والله رأست يقتل هاي الجرثومة، وخذوها من عندي قاعدة، والله على مسؤوليتي. ما شاء الله أحسن من العلاج. شوف ما شاء الله، شوف خواتي، ولو بصرة خليت له. زين، سهمكم العافية ما شاء الله. هذا جيلي طيبين خواتي. هذه احنا نسميها عظام، أهل الموصل يسموها قولات. سهمكم العافية خواتي، والله الريحة لشموها. اكو ناس يخلوها انواع البهارات، اكو ناس يخلوها اليانسون، يخلوها النجمة، الكبابة يسموها الهيل، الدارسين حسب، بس انا خليته علاج والله سويته. ما اريد اكثر بهارات، بس الكركم والكمون والفلفل الاسود خليته. سهمكم العافية ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا خواتي ما شاء الله، شوي شوي جاي يذوب العظم اللي بداخله ما شاء الله.